مرحبا بكم مجددا. عدنا أيضا في 10 أسئلة جديدة. توقفنا عند السؤال 20، إذن سوف نذهب إلى السؤال 21. طيب، ما الإجراء الذي يمكن أن يقوم به المعلم إذا أراد أن يرفع مستوى المساءلة الفردية للطلبة أثناء العمل التعاوني؟ إذا أراد المعلم رفع المساءلة لدى الطلاب، يكلفهم بأن يعبوا نموذج يتضمن ما قام به الطلبة في العمل في المجموعة أو العمل التعاوني، وما الذي استفاده من زملائه وبما أفادهم. إذن الجواب هو الجواب الرابع: تكليف كل طالب بتعبئة نموذج يتضمن ما قام به أثناء العمل في المجموعة وما الذي استفاده من زملائه وبما أفادهم. السؤال 22: ما هو أفضل مصطلح يصف الطريقة التي يعالج المتعلم بها المعلومات؟ طيب، طريقة معالجة المعلومات، دائما في مثل هذه الأسئلة أستبعد الخيارات البعيدة، يعني القدرة الأكاديمية، لا، هذا ليس تعريف القدرة الأكاديمية. التحصيل الأكاديمي أيضا بعيد كل البعد عن هذا الشيء. إذن ضل عندي نمط المعرفة ونمط التعلم. إذا تحدثت عن نمط التعلم، نمط التعلم تعريفه هو الطريقة التي يفضل كل متعلم التعلم بها. مثلا، لدي طالب كثير الحركة، إذن هذا الطالب يتعلم بالطريقة الحركية. إذن يعني إذا أردت أن يصبح التعلم له فعال، رحلات ميدانية، أقدم له عرض، الألعاب. هذا الطالب ذوي النمط الحركي. هنالك طالب ذوي نمط بصري، يعني ممكن أقدم له أشياء يشاهدها ويطبق عليها. هنالك طالب ذو نمط سمعي. إذن هذا تعريف نمط التعلم. الطريقة التي يعالج، مجرد أن وجدت كلمة يعالج، إذن هذا مفتاح لنمط المعرفة. إذن تعريف نمط المعرفة: الطريقة التي يعالج المتعلم بها المعلومات. السؤال 23: ما المهارات التي يساعد تنفيذ طريقة جيسكو خلال الدروس على تطويرها أكثر لدى الطلبة؟ جيسكو في المهارات الاجتماعية تحدث عن المهارات الاجتماعية العاطفية. إذن حينما أجد جيسكو مباشرة أتوجه إلى المهارات الاجتماعية العاطفية. السؤال 24: يرفض أحد الطلاب الوقوف في الصف لحل الأسئلة رغم معرفته لطريقة الحل. إذا فسر المعلم سلوك هذا الطالب بأنه ناتج عن تدني الشعور بالكفاءة الذاتية، فكيف يمكن له مساعدة الطالب في هذا الموقف؟ الطالب لا، يعني كل ما طلبت منه أن يجيب يتحجج أو يتعلل: أنا لا أستطيع، بالرغم من معرفته بالحل وكفاءته، ولكن هذا الطالب لديه عجز في إنه يعني يشارك. ماذا سوف أفعل أنا كمعلم؟ أسأله أسئلة أكون متأكد، أعلم علم اليقين أن هذا الطالب يعرف الإجابة الصحيحة لهذه الأسئلة وسوف يجاوب عليها. إذن هنا عرضته لعدد كاف من خبرات الإتقان. إذن الإجابة هي إتاحة الفرصة للطالب للتعرض لعدد كاف من خبرات الإتقان. السؤال 25: ما الأداة الأكثر فاعلية لدراسة اتجاهات الطلبة نحو مادة ما؟ يعني إذا أردت أن أعرف اتجاهات الطلاب نحو مادة ما كيف أعرف هذا الشيء؟ مباشرة
أتوجه إلى الاستبانات أو الاستبيان، وهو أكثر فعالية في دراسة اتجاهات الطلبة. السؤال 26: ما هي طريقة التعلم التي يستخدم فيها الطلبة مزيجا من التعلم عبر الإنترنت والتعلم وجها لوجه لتوجيه استفساراتهم الفردية وتحقيق أهداف التعلم والتواصل مع المعلم وجها لوجه ورقميا؟ إذا نظرنا إلى صيغة السؤال فنجد أنه سؤال ملفوف. أول شيء الطلبة عبر الإنترنت، وثانيا وجها لوجه لطرح أسئلتهم، ثم تواصلوا مع المعلم وجها لوجه ورقميا. إذن نوع التعلم هو التعلم المتمازج ذاتي الدوران. السؤال 27: تؤكد نماذج معالجة المعلومات أن المعلومات الجديدة تمكث في الذاكرة قصيرة الأمد نحو 20 ثانية. أي الإجراءات الآتية تعد تطبيقا أنسب لهذه الفكرة لتعزيز تعلم الطلبة؟ طبعا الذاكرة هي الذاكرة الحسية، الذاكرة قصيرة الأمد أو العاملة، الذاكرة طويلة الأمد، 3 أنواع من الذاكرة. إذن المعلومات تمكث في الذاكرة قصيرة الأمد 20 ثانية. ماذا سوف أفعل حتى تتركز المعلومة لدى الطالب؟ على المعلم أن يصمت قليلا بعد تقديم الفكرة المهمة. طيب، السؤال 28: ما أفضل مصطلح يصف التعديل في تطبيق أساليب التدريس والأهداف المنشودة لأداء الطالب والتي لا تغير محتوى المنهاج الدراسي ولكن تحدث تغيرا قليلا على صعوبته؟ حينما أتحدث عن تغير في صعوبة أو في كيفية، لا أتحدث عن تعديل. أنا أعدل، ولكن لا أعدل في الدروس، لكن أعدل في الطريقة أو أسلوب التدريس، فهذا يسمى بتكيف المنهاج. تكيف المنهاج، موائمة المنهاج هي أن نحذف أن نضيف، هذه هي الموائمة. لكن التكيف هو إحداث يعني شيء في أساليب التدريس، يعني تغيير درجة الصعوبة، تغيير درجة السهولة، هكذا هو تكيف المنهاج. السؤال 29: أي من الطرق التالية هي مثال جيد للتعليم التكاملي متعدد التخصصات؟ إذن التعليم التكاملي ومتعدد التخصصات مباشرة هي طريقة STEAM أو STREAM، STEAM. السؤال 30: يواجه أحد المعلمين مشكلة في التعامل مع بعض الطلبة الذين يرتكبون كثيرا من الأخطاء لسرعة استجابتهم وينهون الاختبارات بسرعة ويحصلون على أدنى الدرجات. تعد كل من الممارسات الآتية مناسبة لمراعاة سلوك هؤلاء الطلاب ما عدا واحدة. هذا السؤال يعني إذا لم أركز في الدقة اللفظية لهذه الأسئلة مهمة جدا. ما عدا، هنالك شيء واحد إذا فعلته أنا أزود في المشكلة وأصعب فيها أكثر وأكثر. هو طالب متسرع، يعني أنصحه أو أطبق معه استراتيجيات الفحص والتدقيق، أستخدم أسلوب التوجيه الذاتي، أستخدم الطلبة المتأملين كنماذج لبقية الطلاب. لكن إذا زودت الطلبة بمهمات صعبة وتطلب وقتا للتفكير، هنا ضاع حتى اللي كان يعرف يعني يعمل عليه بسرعة، ضاع منه كل شيء. إذن هنا ما عدا واحدة. إذن تزويد الطلبة بمهمات صعبة وتتطلب وقتا للتفكير. شكرا جزيلا لكم، إلى أن نلتقي في 10 أسئلة أخرى.